الفيديوهات الرافعه يا جماعه، فيديوهات رافعه، يعني معانا زبون في الحلقه دي هنطلعه مسرح وهيترفع حرفيا. بس سؤال يا جماعه للناس بخصوص سيد عبد الحفيظ. سيد السنه دي عمل مشكله؟ سيد السنه دي عمل مشكله مع اي منافس؟ سيد السنه دي بعد اي مباراه اتكلم عن حكم بشكل مش كويس؟ حرفيا يا جماعه سيد عبد الحفيظ ما عملش اي حاجه الموسم ده، خصوصا في الدوري. الراجل ما طلعش يتكلم عن اي حد بعد اي مباراه بشكل مش كويس، بالعكس ده احنا كجمهور الاهلي شايفين ان تم تحجيم سيد عبد الحفيظ من الدوله، من النادي، ايا كان، بس تم تحجيم سيد عبد الحفيظ صاحب دوري 2019. عشان كده انا مستغرب من اللي حصل امبارح من مدحت شلبي. عشان كده بقول لك في الحلقه دي معانا الزبون بتاعنا هيبقى مدحت شلبي، كملها للاخر لانها ان شاء الله هتعجبك. هو سؤال بسيط لمدحت شلبي. السنه دي يا مدحت وانت راجل متابع الدوري كويس وعندك اعداد اكيد، هل شفت سيد عبد الحفيظ تهكم على حد؟ هل شفت سيد عبد الحفيظ اتكلم بشكل مش كويس عن مثلا الزمالك، عن اي منافس بعد اي مباراه؟ ما حصلش. ليه امبارح انت خصصت فقره لسيد عبد الحفيظ تتكلم عنه بشكل سيء جدا؟ خلينا نتفق يا جماعه ان مدحت شلبي مش محسوب على اهلي ولا زمالك. مدحت شلبي مش محسوب على حد. مدحت شلبي شفناه في مودرن، شفناه في اون تايم، شفناه في قناه بيراميدز، وعادي جدا تشوفه في قناه الاهلي او قناه الزمالك. مستحيل قناه الاهلي طبعا. من الاخر كده مدحت شلبي هيروح للي بيدفع له. مدحت شلبي ما قالش مره ان هو بيميل لحد. مدحت شلبي دايما هيميل للي هيخلي جيبه عمران. من الاخر خلينا نكمل كلامنا ورسالتنا لمدحت شلبي. هل انت شفت سيد عبد الحفيظ يعمل اي مشكله السنه دي؟ ما شفتش طبعا. لكن انت امبارح طلعت وقلت سيد عبد الحفيظ بيسيء لمصر. تخيل وصل بنا الحال ده فاضي ما عندوش اعلام، طلع يقول سيد عبد الحفيظ بيسيء لسمعه مصر الرياضيه. سيد عبد الحفيظ بيعمل وبيعمل. هو يا جماعه سيد عبد الحفيظ عمل لكم ايه؟ المشكله يا جماعه ان في بعض الشخصيات في مصر على مستوى المنظومه الرياضيه سيد عبد الحفيظ حرفيا بيسبب لهم مشكله. منهم امير مرتضى وابو امير ومدحت شلبي وناس كتير جدا في المنظومه الرياضيه. سيد عبد الحفيظ طبعا جمهور الزمالك، سيد عبد الحفيظ عامل لهم مشكله. سيد عبد الحفيظ لو طلع بس ضحك بيعمل لهم مشكله. سيد عبد الحفيظ بس لو طلع قال سلام عليكم هيعمل لهم مشكله. مشكلتهم سيد عبد الحفيظ، هم عايزين سيد يبقى قافل بقه. طب لما قفل بقه وبطل احنا كاهلاويه قلنا متحجم، وهو فعلا متحجم، مجبر ان هو يبقى كده، لان سيد عبد الحفيظ مهم جدا يا جماعه. سيد عبد الحفيظ يعني سيد عبد الحفيظ حائط صد قوي جدا، صاحب دوري 2019. عشان كده من مصلحتهم يحجموا وتحجم. لكن امبارح يطلع مدحت شلبي يقول الكلام ده ان سيد عبد الحفيظ بيسيء لمصر. لكن تعالى هنا يا مدحت شلبي، تعالى. هو فعلا اللي بيسيء للبلد او بيسيء للاعلام الرياضي شخص عنده عدى ال70 وال80 وسابخ شعره واعلام رياضي ورتبه كبيره في الداخليه، او كان سواء لواء او عميد او عقيد ايا كان، ايا كان، ويطلع يعمل اعلانات عن البوكسرات. مش هقول حاجه تانية احتراما للناس. اللي بيسيء للمنظومه الرياضيه وبيسيء لحد اعلامي اللي بيطلع يكون مدلس ويفتري على موسيماني لغايه ما يمشي، ويفتري على سيد عبد الحفيظ امبارح، فده بيسيء للاعلام لانه هنا مدلس. اللي بيسيء للاعلام ان هو يخاف ويتشتم بابشع الالفاظ وما يطلعش يتكلم عن اللي شتمه او يدافع عن نفسه. والكلام واضح ليك يا مدحت لما اتقال عليك يا ابو صبغه يا مش عارف ايه يا عجوز يا متصابي، اتقال لك كده حرفيا من مرتضى وما ردتش. شفت بنفسك ان في رئيس نادي بيتحبس وفي مشاكل جوه النادي وفي قواضي وفي حاجات كتير جدا، ما اتكلمتش عن النادي ده. شفت مشرف على الكوره، وهنا هنقول امير وهنا هنقول سيد، شفت مشرف على الكوره بيسبب بلاوي لنادي واخرها موضوع امام عاشور اللي تم فيه السمسره. سمعت رئيس نادي وفاق سطيف بيتكلم ان كانت في عموله مطلوبه من امير مرتضى وشركه تبع امير 25% عشان جندوسي. انت ما اتكلمتش. شفت بنفسك مشاكل كتير جدا بتصدر من امير مرتضى وبرضه ما بتتكلمش. سمعت كتير جدا مرتضى بيشتم الكل وما اتكلمتش. لكن ايه حكايه انك انت تطلع تتكلم عن سيد عبد الحفيظ وهو ما عملش حاجه؟ يبقى هنا في تدليس. يبقى هنا واضح قدام ان الشخص ده عار على الاعلام الرياضي، عار على المنظومه الرياضيه المصريه. ما يشرفش مصر، يصير يخلي شكلنا وحش. لكن الاسوأ من ده انك انت مسكت في سيد عبد الحفيظ وسبت شكلنا اللي كان فعلا بجد وحش قدام العالم كله لما استضفنا افريقيا للشباب الشهر ده ولسه مستمره،
وفرقتك تطلع من الدور الاول بلا هدف وبلا نقطه واحده، وما سجلناش ولا هدف بفضيحه كبيره. ما اتكلمتش عن حفل الافتتاح الفضيحه، ما اتكلمتش عن المحسوبيه اللي جوه النادي برعايه اشرف صبحي واللي بيحصل جوه اتحاد الكوره، والثلاثه اللي تم تأييدهم نادي الزمالك حبا في الزمالك عشان خاطر رضا عطار. ما اتكلمتش عن اي حاجه، وده احب اقول لك هو فعلا اللي يخلي مصر شكلها سيء وبيسيء لسمعه مصر. لما يبقى في وزير الشباب والرياضه اسمه اشرف صبحي بيسيء لمصر كل مره، لكن انت ما اتكلمتش عن ده ولا طلعت قلت ان الكلام ده بيسيء لمصر وبيسيء للرياضه المصريه. لكن انت مسكت في سيد الغلبان اللي هو حرفيا ضحكته ممكن تعملكم حاله من الجنون كلكم. عشان كده بقول لك يا مدحت، احترم سنك او احترم شعرك الابيض اللي انت صبغته، صدقني ساعتها يمكن الناس تحترمك شويه. اشوفكم على خير.